بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بيكم أصحابي في كل مكان. فيديو جديد من عالم الإطارات. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنبتدي أولى حلقات سلسلة إن شاء الله هنسميها ده ولا ده. هنبتدي فيها إن إحنا نقارن بين حاجتين. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنقارن بين الشمبر الصيني والشمبر الهندي اللي هو الداخلي بتاع الكاوتش. فان شاء الله اللي بتمنى في البدايه اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وان شاء الله تعملوني بلايك وتعملوا شير للفيديوهات. طبعا زي ما قلنا احنا هنبتدي النهارده نقارن بين الشمبر الصيني والشمبر الهندي. طبعا احنا في الشغل بالشمبر قل، يعني طبعا الكاوتش معظم الكاوتش النهارده يعني 99% او 90% من الكاوتش تيوبلس، وبالتالي الشغل بالشمبر بيقل. فبس بيزيد طبعا في الكاوتش الموتوسيكلات والتوك توك في مصر، او المناطق اللي بينتشر فيها التوك توك يعني. فالنهارده لما تيجي تقول مثلا للزبون اركب لك شمبر صيني او هندي، فمعظم الناس تقول لك يا عم ركب لي اي حاجه، ما ده بيتخرم وده بيتخرم، هو المسمار يعني هيميز بين ده وده؟ طبعا ده رايي. في واحد تاني يقول لك لا انا عايز انضف حاجه، انا طبعا عايز اركب لي انضف حاجه. واحد تاني عايز يفهم شويه يقول لك يا عم طب ايه الفرق بين ده وده؟ فاحنا النهارده هنوضح ايه الفرق اللي بين الشمبر الهندي واللي بين الشمبر الصيني. هنبتدي بالشمبر الصيني. الشمبر الصيني، عيب الشمبر الصيني طبعا مش كل انواع الصيني وحشه، وبرده مش كل انواع الهندي حلوه. فمشكله الشمبر الصيني معظمه بيتعمل في رقعه واحده. يعني ايه بيتعمل في رقعه واحده؟ يعني هي رقعه واحده والشمبر بيبتدي يفتح لان الخامه بتاعته مش كويسه. طب هل ده بيرجع لان الصين نفسها حاجتها وحشه؟ لا طبعا. المشكله ان الصين بتعمل لاي حد اللي هو عايزه. يعني مثلا انا بروح مثلا بجيب الشمبر، انا عايز الشمبر دوت، لو الشمبر ده مثلا بيتعمل ب 10 جنيه انا عايزه يتعمل ب 5 جنيه. هو مش هيقول لك لا، هيعمله لك بس هيخفف الخامات. يعني ايه يخفف الخامات؟ يعني يعمل لك خامات اقل في الجوده انما نفس الشكل النهائي. تمام؟ فده طبعا اللي بيضر المنتج النهائي. فبالتالي اي حاجه بتيجي من الصين انت بتاخد عنها فكره ان هي مش حلوه. بس في انواع تاني صيني بتبقى كويسه. يعني انا حصل معايا موقف من حوالي فيما يقرب يعني حوالي من 2012 تقريبا، يعني داخل في 21 سنه، في 11 سنه عفوا. في 11 سنه، من 11 سنه كنت بجيب شمبر صيني كنت بركبه ب 25 جنيه، في حين ان الشمبر الصيني اللي هو العادي بيركب ب 12 جنيه، والشمبر الهندي كنا بركبه ب 20 جنيه. يعني انت عايز تقنعني ان الشمبر الصيني كنت بتركبه اغلى من الشمبر الهندي؟ انا كنت بركبه اغلى من الشمبر الهندي. الشمبر الصيني ده مش هنساه عمري، صيني بس بجوده اعلى من الهندي. فعشان كده احنا بنتكلم ان الصيني مش كله وحش، بس في المعظم بتاعه مش كويس. ليه؟ لان انت بتروح تجيب عشان تجيب حاجه رخيصه، التاجر عايز يجيب حاجه رخيصه فعايز حاجه اللي تمشي حاجة اللي الناس بتطلبها. طبعا الصناعي لما بيجي يشتري، الزبون لما بيجي يشتري من الصناعي فبقول له يا عم هات حاجه تسلك، انا تمشي لي شويه. طبعا العمليه الدنيا الفلوس مش موجوده، فمشي اي حاجه تمشي حالك. طبعا ده غلط، انت بتضر نفسك. يعني انت في حين انت تشتري شمبر واحد صيني مثلا وليكن 50 جنيه مثلا، ممكن تشتري 2 أو 3 في اسبوع واحد بسبب ان الشمبر بيفتح، او انت مثلا لو مشيت عليه خطوتين البلف بتاعه بيتقطع. فطبعا ده انت هيكلفك بدل الشمبر 2 و3. في حين انت لو جبت شمبر هندي وليكن ب 70 80 جنيه مثلا، اغلى 20 30 جنيه ماشي، انا معاك هو غالي بس حاجه اعلى في الجوده. فدي مشكله الصيني. دايما تمسك الشمبر الصيني لما تمسكه من جوه كده تحس ان الشمبر خشن، يعني عباره عن حبيبات خشنه كده، على عكس الشمبر الهندي هنتكلم عنه دلوقتي. والبلف بتاع الشمبر الصيني دايما تلاقي القاعده بتاعته مش موجوده. القاعده من تحت لما قطعت بلف كده او جالك بلف مقطوع
تلاقي القعده بتاعته مش موجوده، مش ليه قعده بتتلحم في الشمبر نفسه، فسهل ان هو يتقطع. دي الحاجات اللي موجوده في الشمبر الصيني. الشمبر الهندي عكسه. الشمبر الهندي ممكن تعمل فيه رقعه واثنين وثلاثه وعشرة. وفي بعض الانواع برضو ليها عيوب، يعني في بعض الانواع هندي، انا معاك ان هو هندي و100 100 وشمبر هندي، بس بيفتح من الوصله. الوصله طبعا احنا عارفين الوصله بتاعت الشمبر بتفتح من الوصله بتاعت الشمبر. ده عيب من عيوب الشمبر، وبقول لك شمبر هندي بتشتريه ان هو هندي، بس في بعض الانواع الصيني بتبقى انضف منه. طب يا عم انت هتحيرنا معاك، يعني انت شويه تقول لي شمبر هندي وشويه تقول لي شمبر صيني. هقول لك يا عم انا معاك اهوت، بس انزل اعمل لايك الاول للفيديو، واللي ما اشتركش يشترك عشان تدعموني كده وتشجعوني. الشمبر الهندي شمبر محترم. ليه؟ لان خامته يعني متكلفه شويه عن الشمبر الصيني. لان الهند مش هيعمل لك حاجه يعني ايه ان هي مش زي الصين، بس برضو في بعض الانواع مش مصروف عليها زي ما بنقول، فبالتالي في انواع ان هي بتضرك. طب انا اعرف ازاي اذا كان النوع ده كويس ولا مش كويس؟ خلال التجربه، او انت بتشتري من واحد ده بتثق فيه. طب انا بشتري من اي حد انا ما اعرفوش، وانا بقول له عايز شمبر هندي، بيجيب لي شمبر هندي او شمبر صيني يقول لي ده هندي. لو انا مثلا ما عنديش خلفيه، او انا ما اعرفش الانواع، او انا ما بعرفش اقرا انجليزي مثلا، فهو بيديله بثق فيه. دي بتبقى بينه وبين ربنا بقى، هو ضميره. انما الشمبر الهندي افضل كتير كتير من الشمبر الصيني. حتى اسوأ نوع في الشمبر الهندي بيبقى افضل من الشمبر الصيني، لان الشمبر الصيني زي ما قلنا بيفتح على طول، ما بيستحملش رقعه او اتنين وتلاقي الشمبر فتح. فالشمبر الهندي مميزاته اكتر. حتى لو الشمبر الهندي لو جالك شمبر مثلا فيه قطع او كده، تمسك الشمبر من جوه تلاقي الشمبر كله ملمسه ناعم، تحس ان هو يعني خامه حلوه، المطاط بتاعه عالي، تشد الشمبر بيمط معاك. في انواع تاني غير الهندي، في الباكستاني، في الاندونيسي. الانواع دي كويسه جدا ومحترمه وانواع حلوه، بس ليها عيوب برضه. يعني في بعض الانواع الشمبر لما بيتنفخ اكتر من مره الشمبر بياخد وضعه، بيفضل عريض بيعرض. فالشمبر لما بيعرض تيجي انت تقفل مثلا تلاقيه بيعض بين الجنط وبعضه. في شمبر في عجله التوك توك تلاقي الشمبر بيعض بين الشمبر والتاني، بين القطعتين الحديد. الشمبر بيتعض فبالتالي بيبوظ. دي عيب طبعا، ده عيب، بس العيب ده بيظهر على المدى البعيد لما بيتحل اكتر من مره ويتنفخ اكتر من مره. فاحنا النهارده حبيت اوضح لحضراتكم الفرق بين الشمبر الصيني والشمبر الهندي. الشمبر الصيني كبيره رقعه او اتنين، ولو مشيت عليه خطوتين بلفه بيطير. الشمبر الهندي لا، ممكن تعمل فيه الحديد 10 15 رقعه، وممكن رقعتين ثلاثه، ولو الوصله بتاعته بايظه بيترمي على طول. بس الهندي في المجمل افضل من الصيني، فانت ما تبخلش على نفسك وهتوفر على نفسك. يعني تصدقني هتوفر مش هتخسر. يعني لما تدفع 20 جنيه او 10 جنيه او 30 جنيه زياده، بس انت كده بتشتري راحه بالك وبتوفر على نفسك. دي معلومه حبيت اوصلها لكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم. بتمنى ان شاء الله اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، مش هتدعموني بلايك وتعملوا شير الفيديوهات. واي سؤال حد عايز يعرف فرق بين حاجه وحاجه، احنا ان شاء الله مستمرين في السلسله دي ان شاء الله شويه حلوين، وانا مستني تعليقاتكم. واي حد عنده اي سؤال انا تحت امر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.